بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، جلسة موفقة على الجميع إن شاء الله النهاردة. أنا بعتذر أولا إن مفيش فيديو، خليها صوت بس عشان أنا جاي متأخر شوية. طيب النهاردة جلسة يوم الأحد 10/11. احنا كنا متكلمين في آخر فيديو اتكلمنا فيه ووريت لحضراتكم إن احنا اخترقنا سحابة الأشوموك، وامبارح أو جلسة يوم الخميس اخترقتها وبتأكدت عليها. وكده وكده النموذج الفني اللي هو السلبي اللي هو بتاع 27,500 تم نفيه بعد ما اخترقنا 31,041 زي ما احنا متفقين. بل بالعكس، السوق كون ما يعرف بمقلوب الراس والكتفين، واخترقنا الحد الأعلى بتاعه. هو المفروض إن ده مستهدفه في حدود مستويات ال 32,200 تقريبا. ودي بالصدفة طلع معانا المقاومة الرئيسية اللي هي كانت الراس بتاعة النموذج السلبي اللي كان متكون عند ال 32,184. دي كانت القمة اللي اتكونت يوم 7/10/2024. طيب احنا المفروض ان احنا ما زلنا في طور ان احنا بنكون مراكز جديدة. واحنا متفقين ان مستهدف الويفا الزمني بتاعنا في حدود ال 33,160. دي ان شاء الله باذن الله تعالى هتكون معانا، يعني ان شاء الله بامر الله. لو الدنيا مشيت مظبوط هيبقى على يوم 22 نوفمبر ان شاء الله. طيب عندنا انعكاس زمني يوم 11 اللي هو بكرة، وعندنا انعكاس آخر يوم 13 اللي هو هيبقى يوم الأربعاء. لما بيحصل الانعكاسين ورا بعض كده معنى كده ان الاتنين يعني بيبقى فيه ذبذبة عالية، وده طبيعي بعد اختراق اي مقاومة عنيفة زي ال30 920 اللي احنا كنا متفقين عليها، ان هو بيحصل شوية ذبذبة. فانا متوقع ان النهاردة هنطلع نجري وبكرة اول الجلسة، وبعدين نمشي عرضي شوية لغاية يوم الاربع، وبعدين نرجع نكمل صعود تاني. طيب احنا عندنا اول مقاومة النهاردة هتقابلنا مستويات 31,682. تليها مباشرة مستويات ال 32,287 اللي احنا متكلمين عليها. ده مستهدف مقلوب الراس والكتفين. لو دخلنا على الأسهم هنلاقي إن في ملحوظة برضو مهمة جدا، إن أغلب الأسهم ابتدت، أو يعني بمعنى أدق عدد الأسهم اللي ابتدى يستجيب للطلعة أكتر منه من الأسهم التي لا تستجيب. يعني احنا شفنا طلعت مصطفى وكنا متكلمين عليه وقلنا ان هو عامل مقلوب راس وكتفين عند 60 ونص. باختراق 60 ونص يستهدف مبدئيا 62,70، وبالفعل وصل لغاية 61,80 تقريبا، وابتدى ينحسر من عندها. عنده دلوقتي مستويات 60 لغاية 60 ونص. دي المفروض ان دي مستويات شرائية لتكوين بوزيشن جديد كويس. والمستهدف بتاعه ان شاء الله هيبقى مبدئيا في حدود مستويات ال 64. لو دخلنا على الزمني بتاع طلعت مصطفى هنلاقي ان هو برضه ماشي بحذاء الخط الصاعد زي ما وريت لحضراتكم في الفيديو كويس. وان شاء الله بكره برضه نأكد على نعمل فيديو جديد، وهيبقى كده مستهدفنا الاولاني في حدود مستويات ال 64، تليها مباشرة ال 66 ونص. طيب السهم التاني هو هيرمز، يعني لافت النظر الحقيقة. خلونا نبص عليه سوا. هيرمز مد دخول دعمه في حدود ال 22,35. أول مقاومة فيه اللي هو وصل لها ال 23 وبعديها ال 24 أو ال 23,97. أعتقد إن دول ممكن نشوفهم في جلسة النهاردة. لسه هو بيحاول الحقيقة إن هو يخرج بره ساحات الشموكة. أول نقطة انطلاق اعتلاء مستويات ال 23 و10 قروش إن شاء الله هيبقى أول مقاومة ليه في حدود ال 24. هنتكلم النهاردة تاني على سهم بالم هيلز. ما زال جوه الإطار الزمني العرضي بتاعه، وإن كان ابتدت تظهر عليه مؤشرات قوة نسبية
عالية الحقيقة، يعني احنا هنقدر نقول عليه شبه انخفاضات. التجميع بتاعه دلوقتي أصبح ما بين مستويات الخمسة 64 للخمسة 74. نقطة الانطلاق استعادة الثقة واختراق مباشر لمستويات ال5 جنيه و90 قرش. لو اخترق مستوى ال6 جنيه و13 قرش يبقى المفروض إن ده مقلوب راس وكتفين، وهيتوجه مباشرة إلى مستويات ال7 جنيه مبدئيا، ثم ال7 جنيه و90 قرش إن شاء الله. دي هنشوفها في القريب العاجل بإذن الله. ندخل على سهم تاني هو سهم المنتجعات. سهم المنتجعات برضو ما زال بيحاول ان هو يخرج بره الاطار العرضي اللي هو ماشي فيه مؤخرا، ونقطة الانطلاق بتاعته هتبقى اختراق ال6 جنيه، هيروح مباشرة لمستويات ال7 جنيه 7 جنيه و30 قرش ان شاء الله. يعني كل دول اسهم انا شايفها الحقيقة ابتدت تجمع وابتدت ان شاء الله تنطلق. جي بي كورب الحقيقة يعني احنا كنا سابقين السوق شوية فيه قبل ما يبتدي ان هو يدي اشارات الدخول بتاعته. ادى اشارات الدخول بتاعته ولله الحمد. يعني نقدر نقول ان هو شبه انخفاضات في حدود دعم وفي حدود مستويات ال 14 جنيه 65 قرش. اول مقاومة هتقابله مستويات ال 15 جنيه و 13 قرش، وبعديها ال 15 66، ومنها الدنيا مفتوحة للهيستوريكال هاي بتاعه اللي هو ال 16 20. اختراق ال 15 88 يخرج بره الشانل العرضي اللي بيميل للصعود اللي هو مكونها، هتبقى أول مستهدف فيه مستويات ال 22 جنيه. تمام. دي كده ببساطة وجهة نظري في السوق المصرية مبنية على أسس التحليل المتعارف عليها، على سبيل الاسترشاد وليس على سبيل التوجيه ودون أدنى مسؤولية. تحياتي ودمتم سالمين. محمد جبر.